الجيش المصري 10 أكبر جيش في العالم، إذ يزيد عدد أفراده عن 468 ألف جندي. يكن المصريون احتراما للجيش الذي لا يرتبط في أذهانهم بأي أعمال قمع، وقد أظهرت الصور الواردة من شوارع القاهرة التي انتشرت فيها آلية الجيش منذ الاحتجاجات التي تشهدها مصر على مدى التقدير الذي تتمتع به القوات المسلحة المصرية في صفوف المواطنين. هو الجيش ينزل للشوارع ربما ليسجل بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر في ختام جمعة الغضب الشعبي. اللافت في الأمر هو استقبال جموع المتظاهرين في القاهرة والمحافظات الحافل لقوات الجيش، وهو يحكم قبضته على الوضع الأمني بعد فشل قوات الأمن والأمن المركزي والشرطة بكل أجهزتها في مواجهة متظاهرين تسلحوا بالسخط العارم والرغبة في التغيير. وما يسترعي الانتباه هو أن الجيش لم يتعرض للمتظاهرين الذين قدروا بعشرات الألوف، وهو يخرج من ثكناته في لحظة فارقة اختلط فيها الأمل بالخوف من مصير مجهول ربما يترصد مصر التي قد يصدق فيها الوصف بالمتغير بسرعة. رسميا الجيش نزل لفرض حظر التجوال في شوارع القاهرة ومدن مصرية أخرى، لكن نزول الجيش للشوارع لم يقد لانطفاء جدوى الغضب. مش خايف من الجيش ناس محترمة، ناس ولود أهل محترمين، ناس ما بياخدوش رشاوي، ناس مية الجيش. احنا كلنا بنحب الجيش. يحيى مصر، يحيى مصر، الجيش مصر. وغلب على المشهد نوع من التواد والتلاحم بين المتظاهرين والجيش دون أن يسقط هيبته ودون أن تنطفئ جدوى الاحتجاجات في مفارقة مثيرة. الله أكبر على رجالة شارعنا، الله أكبر على كل الجيش بتاعنا، الله أكبر عليك وعلى شعبك يا مصر، الله أكبر مليون للحرية، الله أكبر ولا للبلطجية، الله أكبر ونموت تحيا مصر. مصريين احنا المصريين، سوا بقى مسلمين او مسيحيين، احنا ولاد مصر. مصريين احنا المصريين، بنقول لا للإرهاب والإجرام وتحيا مصر. الله أكبر على رجالة شارعنا، الله أكبر على كل الجيش بتاعنا، الله أكبر عليك وعلى شعبك يا مصر، الله أكبر. وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم، ولكل أفراد شعبنا العظيم، والله الموفق المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.